متخانق معايا وحارق دمي، وكمان المفروض ان انا اعمل له اكله حلوه بيحبها؟ لا طبعا. حارق دمي انا لازم اضايقه واعمل له اكله من اللي هو ما بيحبهاش خالص خالص خالص. تعالوا نشوف مع بعض انا عملت ايه في الفيديو ده وكان النتيجه بتاعته ايه. تابعوا الفيديو للاخر لان انا دقت. عايزه اقول لكم بعد ما عملت الاكله دي كنت خلاص بلم شنطي ورايحه عند امي من كتر اللي عملوا فيا. تعالوا نشوف عملوا فيا ايه وتابعوا الفيديو للاخر. بصوا يا جماعه، انا جبت شويه فراخ كده حطيتهم في محلول النقع عشان اعمل اكل بقى زي كل يوم ما بعمل اكل. المهم حطيتهم في خل وملح ودقيق وغسلتهم حلو جدا وظبطتهم، وبعدين دلوقتي بنضفهم بقى كويس قوي وبفصل الدبوسه. انا بحب افصل الدبوسه عن باقي الورك يعني. وغسلتهم حلو قوي وظبطتهم كده، وكمان هحطهم تاني في محلول تاني وهسيبهم شويه. غليت ميه كده في الحله تمام. وكمان دلوقتي هبتدي احط فيها الفراخ اللي انا نشفتها كويس قوي بعد محلول النقع ما حطيته مرتين تمام. قطعها زي ما انتم شايفين كده، هحطهم بسم الله الرحمن الرحيم. سموا الله بقى في اي اكل عشان ربنا يطرح فيه البركه والحلاوه والجمال ان شاء الله باذن الله. حطيت بقى كده زي ما انتم شايفين الفراخ في الميه، وكمان قطعت بصلايه كده 2، وطماطمايه كمان نصين، وكمان حطيت شويه حبهان وشويه ورق لورا عشان يدوا نكهه للشرب تمام. جيت بقى دلوقتي ايه الاكله اللي ما بيحبهاش بقى؟ استنى عليا. بص بتوعد له في الفيديو، عايزه اقول لكم محروق دمي حرقه وحشه قوي من امبارح يعني. بس يعني انا بعد ما عملت كده كانت نصيبه طبعا، ندمت ان انا عملت كده. هقول لكم ليه دلوقتي والنتيجه كانت ايه. جبت له ايه بقى؟ كوسه. اكتر اكله جوزي ما بيحبهاش في حياته تمام، ما بيحبش ياكلها تمام. جبت بقى ايه بقى؟ مش كيلو كوسه، جبت كيلو ونص كوسه، يعني هخليها كوسه فعلا ماشي. المهم بقى ايه، قلت عليا وعلى اعدائي بقى، رحت مقشره الكوسه كده. طبعا انتوا عارفين تقشير الكوسه بيبقى صعب شويه. شوفوا قد كوسه قد ايه. انا مش عارفه ايه اللي خلاني اعمل كده بصراحه، بس انا قلت مش عارفه انا هعمل صينيه كبيره واضايقه بيها. المهم قطعتها حلقات 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 كده، مش رفيعه قوي ولا تخينه قوي، وسط يعني، حلقات وسط كده عشان خاطر ايه تبقى معايا كويسه. وهنقعها في ميه. جبت حله على النار بقى فيها ايه شويه سمنه كده وشويه زيت، وبعدين قطعت بصلايه كده لغايه ما دبلت معايا. قعدت اقلب فيها لغايه ما اصفرت شويه، وبعدين معلقه توم مهروس كده، وقعدت ايه اقلب فيهم كلهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين تقليبه كده لغايه ما يدخلوا كلهم يتبروا في بعض. وبعدين حطيت مكعب مرق عشان نتعاملوا الدنيا يلا عشان ما اقصرش معاهم. وبعدين حطيت الطماطم عندي اللي انا عصراها في الخلاط، وهقلبهم كده واسيبهم يغلوا مع بعض شويه. وبعدين بعد ما تغلي كده اهو زودتها شويه شوربه من الفراخ، من شوربه الفراخ كانت اتسلقت، وشويه ملح وشويه فلفل اسود. وهبتدي دلوقتي بقى ايه، غسلت الكوسه كويس قوي وصفيتها، وهبتدي احطها في الصلصه معايا كده اهو. وبعد ما احطها كلها هقلبها كده تقليبه في الصلصه تمام. وبعدين هقلبها كلها تقليبه في الصلصه، وبعدين هغطي عليها لغايه ما تستوي معايا 3/4 سوا كده تمام اهو. بختبرها استوت معايا شويه هطفي عليها. جبت بقى صينيه كده زي ما انتم شايفين، وهحط فيها الكوسه. ربنا يستر لما يشوف الكوسه دي كل البيت كله هيتكهرب، مش يعني البيت كله. المهم ما علينا. جبت الفراخ كده كانت اتسلقت، وهحط الفراخ من على وش الكوسه كده من فوق اهو، عشان خاطر ادخلها الفرن بقى ايه تاخد تشميعه هي والكوسه مع بعض. يلا انا ما قصرتش اهو، انا عملت له كوسه بس ايه وجبت معاه وحطيتها في الفرن وهظبطها له واشمعها له كده وايه واخليها حرشه يعني اخليها اكله كويس. المهم كان عندي شويه صلصه كده كنت واخداهم من القوطه من الطماطم وهي بتتسبك بعد ما حطيت الكوسه، وخدتهم في طبق كده عشان احطهم على وش الفراخ عشان لما احطهم في الفرن الوش ده ايه يتحمر يبقى كويس. فتحت الفرن كده كنت طبعا ايه فاتحه الفرن ومسخناه عشان خاطر ايه الاكله ما تاخدش وقت. وحطيت ايه الصينيه في الفرن يلا ربنا معاكي. بس المهم قلت اعمل شويه رز بشعريه جنبها، مش معقوله هعمل بقى الكوسه بس. رحت حاطه شويه ايه زيت كده وعليهم شويه سمن كده حلوين عشان يدوا نكهه، وحطيت شويه شعريه. انا بحب الشعريه كتير في الرز يعني، بحب الشعريه قد الرز او اكبر منه. بعدين حطيت الرز كده صفيت الرز وحطيته، وبعدين حطيت عليه ملح وهقلب كل الكلام ده مع بعضه تمام. وبعدين هحط الشوربه عندي شوربه الفراخ هحطها عندي. انا بحب اعمل الشوربه بالرز بالشوربه، ما بحبش اعمله كده بالميه والكلام ده. ما عنديش شوربه ما بعملوش يعني، لازم يبقى عندي شوربه. المهم الرز اتعمل اهو الحمد لله. ودي صينيه الفراخ بالكوسه. عايزه اقول لكم جوزي جه وقلب الدنيا وكنت هروح عند امي بس الحمد لله كل